السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في جولتنا الأسبوعية في أهم الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الساحة العراقية. المزيد بعد فاصل قصير. مشاهدينا أرحب بكم مجددا في حصاد الأسبوع، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ ضياء كاظم الشمري الباحث في الشأن السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بكم، حياك الله. مشاهدينا، شهد الأسبوع المنصرم العديد من الملفات والقضايا، نبدأها من رئاسة الجمهورية. بحث فخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعي مع السفير الفرنسي في بغداد ديني غوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية ذكر أن الدكتور الخزاعي أكد خلال هذا اللقاء أن الحكومة العراقية جادة في مساعيها لحل جميع المسائل المتعلقة بمطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن هناك لجان تعمل بجدية لدراسة المطالب ووضع الحلول لها، شرط عدم مخالفتها الدستور والقانون والتعامل مع جميع مطالب المتظاهرين بروح إيجابية من خلال الدعوة إلى إشاعة الحوار بين جميع الأطراف. وضمن جولتنا أيضا توجه معالي دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي إلى القاهرة لترأس وفد العراق في قمة منظمة التعاون الإسلامي في دورتها 12، ورافق معالي رئيس الوزراء كل من وزير التعليم العالي علي الأديب ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب. مشاهدينا، في هذا الأسبوع أيضا أكد النائب عن التحالف الوطني إبراهيم الركابي أن غياب وزراء القائمة العراقية من إدارة وزاراتهم سيؤثر سلبا على عملها، مبينا أنه لن يؤثر على عمل مجلس الوزراء لأن الوزراء ليست ملكا لفئة أو كتلة سياسية معينة، وإنما هي ملك للشعب العراقي، مبينا أنه من غير المنطقي أن يترك وزراء العراقية عملهم في هذه الوزارات لأنها ستتأثر بغيابهم وسيحدث تلكؤا في تقديم الخدمات إلى المواطنين. تفصيلات من محمد الكعب. تعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان تكتيك سياسي تمارسه القائمة العراقية حتى بات أمرا معتادا لهذا المكون المشارك في الكابينة الحكومية والعملية السياسية، لكن بقصد إضعافهما كما ترى ذلك نخب ثقافية واجتماعية. انسحاب القائمة العراقية يأتي اليوم على هيكلية الدولة بشكل كامل، على مصالح الناس، على ما نريده من الدولة، إن أي عملية سياسية عملية متكاملة، عملية شراكة حقيقية عميقة، وأعتقد أننا نستطيع أن نمارس اللعب السياسي من خلال البرلمان، ما نترك الحكومة لأنها حكومة خدمات، حكومة استنهاض واستنفار لكل القوى الوطنية، من أجل أن نخرج بالعراق مما كان فيه. من يجلس على كرسي وزارة يقدم خدمة لبلده وللمواطنين، هذا حق المواطنين على الوزير، يعني كونه أنه انتخبوه ووصلوا لهذا المكان. هذا أولا. الشق الثاني، السيد رئيس الوزراء من صلاحيته أن يقيل الوزير، يعني أنت بما أنه أنت غير كفو أو أنت ما تحضر لاجتماعات الوزارة، هذا يسبب فشل وعجز للحكومة. احنا بالنسبة لنا كمواطنين بصراحة أكثر احنا ما نتمنى العجز أو الفشل للحكومة. وفي الوقت الذي ترفض الأغلبية هذا الانسحاب لأنه يعني تعطيل عمل الدولة وإلحاق ضرر بالمؤسسات والمواطنين، بيد أنهم ردوا تلكؤ العملية السياسية والأداء الحكومي إلى المحاصصة التي أفرزت معها كما من المشكلات، متمنين على أن لا يتكرر ذلك في التشكيلة الحكومية المقبلة. أستاذ، يعني هنا كيف يكون تأثير غياب وزراء العراقية في الحضور لجلسات مجلس الوزراء؟ أليس من المفترض
حضورهم بدلا من المقاطعة لتنفيذ مطالب جمهورهم أو ناخبيهم اللي من حقهم عليهم أن يحضرون إلى مجلس الوزراء؟ تفضل. أعتقد أنه من المفروض على وزراء القائمة العراقية الحضور إلى اجتماعات مجلس الوزراء، لأنهم هم جزء من الحكومة وهم جزء مهم من الحكومة، بدليل أنهم أكثرهم من الوزارات السيادية في الدولة. ومجلس الوزراء إذا تلاحظ بفقط وزارتين اللي هي مكتب دولة رئيس الوزراء وأيضا الدكتور علي الأديب، وبالنتيجة القائمة العراقية لها الحظوة الكبرى في مجلس الوزراء، وعدم حضورهم أو وقوفهم مع المظاهرات بالشكل الذي يعتلون موجة هذه المظاهرات يدل على أنهم ليسوا مع الأسف بحجم المسؤولية، وإلا تؤخذ هذه باعتبارات أنهم يعني بمعنى أنه يحاولون الصعود على هذه المظاهرات والاعتلاء عليها. وبالفعل نجد أنه الدكتور رافع العيساوي يحضر المظاهرات، وكذلك الأستاذ أسامة النجيفي أيضا يحضر المظاهرات، وهذه حالة غريبة يفترض بهم يتجردون من العمل السياسي هنا، ولأنهم هم جزء من الحكومة، وعليه كيف يكون هو جزء من الحكومة وبنفس الوقت هو جزء من المعارضة أو هو جزء من المتظاهرين. أيضا يعني أستاذ، ما يلاحظ هنا وفي نفس السياق عندما يتسنم وزير منصبه، هل يبقى أسيرا لرغبات وتوجهات القائمة والكتلة السياسية التي ينتمي إليها، أم يكون وزيرا لتقديم الخدمة لكل العراقيين وخاصة الذين انتخبوا ذلك الوزير أو ذلك النائب؟ تفضل. المفروض في كل البلدان التي تنحى منحى الديمقراطية أو التي تسلك سلوك البناء الديمقراطي، عليه أنه كل وزير أو كل شخص يعتلي المستوى المسؤولية في وزارة أو في وظيفة معينة يفترض أن يتجرد من عمله السياسي، بمعنى أنه يكون يعني بمعنى أن إذا كان مثلا على سبيل المثال الأستاذ أسامة النجيفي هو رئيس البرلمان، ولكن بنفس الوقت هو لديه انتماء سياسي مع القائمة العراقية، يفترض بأن يستقيل من منصبه السياسي ومن عمله السياسي ويكون جهده وعمله للعراق بشكل كامل. فهذا أمر موجود في كل العالم الديمقراطي، في كل دول العالم الديمقراطية يتنازل ويستقيل من منصبه وعمله السياسي حتى يكون بعمل أرقى وأكبر هو لبلده وللعراق بشكل كامل. ولكن هنا في العراق نجد الحالة قد يكون أنهم ليس لديهم، يعني قد يكون هنالك عدم وجود نضوج سياسي حقيقي لبعض القيادات السياسية، وإلا لو كان هناك نضوج سياسي ما وصلنا إلى هذا المستوى الآن من الأزمات في العراق. أيضا أستاذ، يعني سؤالي الأخير في هذا الموضوع قبل أن أنتقل إلى موضوع آخر، بعض السادة من وزراء القائمة العراقية يحضرون إلى وزاراتهم ولكنهم لا يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء، كيف سيتمكن المجلس من توجيه قراراته وكيف يتمكن من تلبية متطلبات الوزارة وهؤلاء لا يحضرون إلى مجلس الوزراء؟ تفضل. أنا أرى أنه العملية عملية بقدر ما هي مشخصة ضد شخص دولة رئيس الوزراء بالتحديد، لأنه كيف يكون الأمر هو عضو في هذه الحكومة وعضو بدرجة وزير وجزء لا يتجزأ من الحكومة، ولكن بنفس الوقت يحضر إلى وزارته يزاول عمله اليومي، ولكن في اجتماعات رئاسة الوزراء لا يحضر، وكأنما المشكلة مع شخص دولة رئيس الوزراء. فهذه حالة غريبة، يعني هو يفترض به هو جزء من الحكومة، فأما أنه هو الآن لا يحضر اجتماع رئاسة الوزراء تعبيرا عن موقفه مع المتظاهرين، وكأنما المسألة تخص دولة رئيس الوزراء، ولا كأنما العراق هو في حالة ابتعد عن الاحتكار السياسي وابتعد عن العملية الدكتاتورية. الآن الكل هم جزء من الحكومة، كل يمثل جهة وكيان سياسي، وعليه يفترض أن تكون المسؤولية للجميع متضامنة، وإلا هذا الموقف موقف غريب، يعني موقف غريب. هل يهدفون إلى إسقاط الحكومة؟ فهم جزء من الحكومة، كيف يعني يسقطون نفسهم بأنفسهم؟ فأنا أرى أن المسألة أخذت بعد غريب، أنه هذه المسألة يعني هي ذات طابع سياسي بحت وموجهة ضد شخص دولة رئيس الوزراء بالتحديد. نعم. مشاهدينا، حصادنا مستمر معكم في معاودة جديدة لعصابات الغدر والإرهاب باستهداف المدنيين الأبرياء. استشهد أكثر من 30 من الشرطة والمدنيين، وأصيب 85 آخرون بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة
أعقبه هجوم إرهابي بالأسلحة الرشاشة على دائرة الاتصالات وسط مدينة كركوك. مصدر أمني أوضح أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجرها عند نقطة سيطرة على مقربة من دائرة الاتصالات المكونة من 8 طوابق والتابعة لوزارة الاتصالات وسط كركوك. أعقبه هجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل مسلحين مجهولين، وأن اشتباكات مسلحة دارت بين القوات الأمنية والمسلحين، مشيرا إلى أن جميع الإرهابيين قتلوا في الاشتباك. تفصيلات من السيد طالب الشوكة في هذا التقرير. انفجرت سيارة مفخخة عند سيطرة بالقرب من دائرة الاتصالات المكونة من 8 طوابق وسط مدينة كركوك. أعقب الانفجار هجوم بالرمانات والأسلحة الرشاشة، وأن اشتباكات دارت بين المسلحين والقوات الأمنية أسفرت عن قتل جميع المسلحين. في صباح اليوم انفجرت سيارة انتحارية أمام مديرية شرطة كركوك مديرية بدالة كركوك، مما أدى إلى استشهاد 30 شخص، أكثر من 30 شخص، إصابة أكثر من 70 شخص، وهدمت بناية بدالة كركوك كليا، وهجمت الجماعات الانتحاريين بالرمانات داخل مديرية شرطة كركوك. تمكنوا أفراد شرطة كركوك قصتهم وقتل 2 منهم. الهجوم أسفر عن أضرار مادية، وأن العديد من المباني القريبة قد تضررت نتيجة عصف الانفجار، وأن وزارة الصحة استنفرت جميع طاقاتها وإمكانياتها لاستقبال المصابين. أستاذ، يعني بعض السياسيين ممن ينادي بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب يصمت عندما تقوم قوى الشر باستهداف العراقيين بشتى انتماءاتهم. هل بقيت لهؤلاء السياسيين حجة بعد هذه المجازر الذين ينادون ب يعني إيقاف هذا القانون، قانون مكافحة الإرهاب؟ تفضل. أولا، قانون مكافحة الإرهاب هو قانون نصه الدستور العراقي، وكل الدساتير الآن في العالم وفي الدول الديمقراطية تنص على أنه مكافحة الإرهاب الآن شيء أساس في قوانينها، بما يتعرض له العالم من هذه الأفكار الهمجية، وعليه هو لا يتعارض مع الدستور العراقي. ولكن نجد المفارقة أنه بعض السياسيين الذين كانوا لهم الدور في صنع وفي كتابة الدستور العراقي وفي العمل في الدستور العراقي هم نفسهم اليوم يتخلون عن هذه المسألة ويقفون مع الطلب اللا عقلاني هو إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وبالنتيجة يتغاضون النظر عن كثير من الجرائم ولا يصرحون ولا يفتون ولا يتحدثون بشيء في الجرائم التي تمس المواطن العراقي من جرائم قتل أو عمليات تخريبية أو عمليات تفجيرية. فالمشكلة في العمل السياسي حقيقة لا يوجد توافق سياسي بين الكتل والمكونات السياسية لسبب رئيسي جدا مهم، وهو أن الكثير من المكونات السياسية في العملية السياسية العراقية تفتقر إلى المرتكز الوطني، وعند افتقارها إلى المرتكز الوطني لا يمكن أن يكون لها أي عمل سياسي جاد لبناء مجتمع ديمقراطي. أيضا يعني السؤال هنا، بعض الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها الكثير من العراقيين نفذت من قبل عناصر إجرامية إرهابية كانت مودعة في السجون وحررت بطريقة ما. كيف ستكون الصورة لو تم شمول كل هؤلاء بقانون العفو المطروح يعني للتصويت؟ تفضل. لهذا نجد أن الحكومة دائما تقول أن لا يمكن شمول المجرمين والقتلة والذين عاثوا في دماء العراقيين شمولهم بالعفو، لأن العفو سوف يعيدهم مرة ثانية إلى الشارع، وسيمتلئ الشارع من جديد بهؤلاء العصابات المسعورة، وستبدأ مرحلة جديدة من عمليات القتل والتفخيخ. ولهذا هذه حقوق ودماء ناس، كيف يمكن أن تطلق سراح من توغلت يده بدماء الناس؟ كيف يمكن هذا؟ ولهذا القانون والعفو، تجد أنه قانون العفو العام يعفى عن العراقي عن المدانين المدنيين في القضايا المدنية والقضايا العسكرية، ولكن فيما يخص الإرهاب والقتل وجرائم القتل وجرائم قتل الأطباء والدكاترة والقضاة والكفاءات العلمية وعمليات التفخيخ والتفجير التي حصلت في العراق، لا يمكن أنه الحكومات تستغفل عنهم وتطلق سراحهم بهالصورة هذه البسيطة. نعم أستاذ ضياء، سؤالي الأخير في هذا المحور، يعني الكل الآن يستمع إلى أصوات المتظاهرين ويطالب بتنفيذ المشروع منها وإلغاء غير المشروع، لكن من يستمع إلى أصوات ضحايا الإرهاب الذين فقدوا
ذويهم؟ من يستمع إلى هذه الأصداء وهذه الأصوات بعد تفجيرات كركوك وغيرها من التفجيرات التي شهدتها الساحة العراقية؟ تفضل. أنا أرى أنه حقيقة المظاهرات وكرأي شخصي في بداية الأمر كانت المظاهرات على أساس مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق حماية الأستاذ الدكتور رافع العيساوي، ثم تطورت المسألة شيئا فشيئا إلى ارتفاع سقف المطالب من مطالب بهذا الاتجاه إلى مطالب إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وكلها قوانين كانت مع الدستور، نصت ضمن الدستور العراقي، ثم أخذت مسار آخر بإسقاط الحكومة والدولة. ولهذا تجد أنه حقيقة المطالب أصبحت غير واضحة للمتظاهرين، هذه الاعتصامات غير واضحة، بها من التخبط الكثير، وبالنتيجة تجد هذه الناس لو كان أنه انتفاضتهم ومظاهرتهم في سبيل الخدمات العامة أو التهميش في الخدمات أو الإقصاء في الخدمات، فتجد أنه أولى كان الخروج كتظاهرة بهذا الاتجاه أولى من أن يكون تظاهرهم فيأخذ طابع سياسي أكثر مما هو طابع حقوقي. لا شك أنه كثير من الناس أو هنالك نسبة من الناس ممن تعرضوا إلى حالة إجحاف أو ضيم أو تظلم لديهم، ولكن هذه الناس أيضا سحقت بهذا المجموع الكم الهائل هذا الذي الآن بدأت دوائر كثيرة إقليمية وطائفية تحاول أن تدمج الخطاب الطائفي مع الخطاب الإقليمي بغية تقسيم العراق. وتجد اليوم مع الأسف كثير من القادة السياسيين يعتلون منابر هذه المظاهرات ويدعون إلى تقسيم العراق ويدعون إلى تمزيق الوحدة الوطنية، ولكن بشكل مفبرك، بحيث أنه يدعون إلى مسألة الأقاليم في هذا الظرف الصعب، في هذا الظرف الذي يمر به العراق من عدم استقرار. ولهذا نستقرأ أن هذه المظاهرات أخذت طابع غير طابعها الحقيقي اللي كان يفترض إذا كانت طابع سلمي الهدف منه إثبات حقوق للناس، لا شك الدولة مع أي متظلم، ولكن عندما تأخذ طابع آخر إسقاط الدولة وإسقاط العملية السياسية، فإذن المسألة أخذت منحى آخر وأهداف خارجية تقودها دول ومعروفة دول إقليمية، الهدف النيل من وحدة هذا البلد. وما زلنا في جولتنا الإخبارية مشاهدينا لهذا الأسبوع. كرمت وزارة حقوق الإنسان فرق البحث عن المقابر الجماعية التي خلفها نظام الطاغية المقبور صدام بعد كشفهم العديد من المقابر الجماعية التي ضمت العديد من الأبرياء. تفصيلات من أحمد الزيدي. مئات الآلاف من المغيبين في عهد النظام الصدامي المقبور فقد أهاليهم الأمل بالعثور على معلومة قد تدلهم عليهم، لذا عملت وزارة حقوق الإنسان على تشكيل لجان مسح ميداني أتت أكلها باكتشافها لعدد كبير من المقابر الجماعية لأبناء العراق. وبعد عناء وجهد دام لسنوات تم العثور على 75 مقبرة، فتح منها 25 فقط في منطقة سهل عكاز. هناك الآلاف من الرفات إلى الآن باقي في هذه المقابر لم يتفتح لحد الآن. المقابر التي تم العثور عليها الآن فقط في سهل عكاز 75 مقبرة جماعية، فقط في سهل عكاز 75 مقبرة جماعية. تم فتح 25 مقبرة جماعية منها، وما زالت عملية الفتح أيضا قائمة من قبل وزارة حقوق الإنسان. مؤسسة الشهداء أيضا من ضمن الواجبات التي أنيطت بها التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان لمعرفة رفات هؤلاء الشهداء. طبعا تعلمون جيدا بأن مئات الآلاف قد غيبوا بهذه المقابر الجماعية التي قام بها نظام البعث الكافر. وتثمينا لجهود العاملين في تلك اللجان تم تكريمهم من قبل الوزارة في حفل أقامته الدائرة الاقتصادية والاجتماعية، وللدور البارز لهذه اللجان عن طريق تشكيلها لفرق بحث عن مقابر جماعية كونتها زمر الدكتاتورية، وتشكيل لجان طبية مختصة بالكشف عن الشهداء من خلال فحص طبي للتعرف على ذويهم وسنوات استشهادهم.
أستاذ ضياء، يعني لماذا لم يقدم أي من مرتكبي الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي المتمثلة تحديدا بالمقابر الجماعية للعدالة؟ أين يكمن التقصير برأيك، خصوصا وأن البعض تناسى ما جرى إبان الانتفاضة الشعبانية وكأنها حدثت لشعب غير الشعب العراقي؟ تفضل. بالتأكيد هذه جريمة المقابر الجماعية وجريمة قتل العراقيين، القتل الجماعي، هذه جرائم من الجرائم الإنسانية، وهي من اختصاص المحاكم، محاكم الجنائية العراقية والمحكمة الجنائية الجنائية الاتحادية، أيضا المحكمة الاتحادية الجنائية العراقية. وبالنتيجة هنالك معوقات كانت في بداية الأمر. تعرف أنه نحن الآن نمر في مرحلة، العراق في بداية طريق الديمقراطية، ولهذا عندما تتوفر الشروط وتتوفر الأدلة الحقيقية لإدانة الجناة، أكيد الدولة والمحاكم والقضاء العراقي الذي يرتقي إلى مستوى صحيح من الحيادية في العمل، أكيد راح يأخذ مجاله في إدانة هؤلاء الجناة. ولكن عندما تتوفر الأدلة الكاملة، احنا أزلام النظام بشكل كامل تم محاكمتهم، ولكن الأدوات التي كانت، لهذا دائما نؤكد على قانون تجريم البعث أو تجريم البعثية أو قانون المساءلة والعدالة، حتى نستطيع من خلاله نعرف هؤلاء الجناة الذين توغلت يدهم بدماء العراقيين لغرض الاقتصاص منهم، وبالنتيجة نحتاج إلى الوقت الكافي. ولكن تجد أن العراق يدخل في أزمة ويخرج من أزمة تفتعل بين الحين والآخر حتى يكون العراق في عدم استقرار دائم. أيضا أستاذ، يعني ما زلنا في نفس السياق، ومن جانب آخر اعتذار الولايات المتحدة عن موقفها من أحداث الانتفاضة الشعبانية من خلال وقوفها لجانب المقبور، برغم بأن الحرب كانت قائمة. كيف ترتبت هذه المواقف وبسرعة كبيرة؟ هل شعروا بخطر هذه الانتفاضة في حينها؟ بالتأكيد بعد أحداث 91 وانسحاب الجيش العراقي في وقتها من الكويت، والمهزلة التي حدثت لهذا الجيش وعمليات الذبح بالطائرات والقصف، هنا بدأت الانتفاضة الشعبانية. ثار هذا الشعب على حكم الطاغية، فوجدت الإدارة الأمريكية أنه ليس من المناسب الآن تغيير الوضع في العراق، خاصة وأنه لا يوجد أي بديل لهذه العملية. وعليه كانت ردود الفعل من الجانب الأمريكي بإعطاء الموافقة لجانب الحكومة العراقية السابقة بتطوير طائراتها، وفعلا أنطى حق أنه الطائرات تحلق في الجو وتقمع المظاهرات، تقمع هذه الحملة، هذه الانتفاضة الشعبانية. وفعلا ساندت القوات الأمريكية وقتها نظام صدام لوجود مصلحة مشتركة، خوفا من أن يكون هنالك مد شعبي كبير يسقط الطاغية. وهذا كان في يوم من الأيام هو رجل ينتمي لهم في كل الاعتبارات، ولكن الآن عملية البديل غير موجودة، ثم الخطة للاستحواذ والسيطرة على كل العراق ما راح تكون بصورة صحيحة، وممكن أن تتغير الظروف وتتحول العملية من عملية إخراج الجيش العراقي